اهلا بيكم في حلقة جديدة. حلقتنا النهاردة هي معلومة على السريع هنجاوب فيها على سؤالين مهمين جدا كلنا بنسألهم. السؤال الاول وهو كم عدد الحان الكنيسة اللي احنا بنحفظ فيها دي؟ يعني عددها كام؟ احفظ كام لحن عشان اقول انا حفظت كل الحان الكنيسة؟ الحاجة التانية والسؤال التاني، الالحان مكتوبة مترجمة باللغة العربية وموجودة باللغة القبطية، ليه الكنيسة بتصر او ليه المرتلين او ليه اللي بيحفظ اللحن بيصر انه يحفظه باللغة القبطية؟ ليه ما بنقولوش باللغة العربية على طول طالما خلاص بقت اللغة الرسمية اللي هي اللغة العربية؟ اشترك في القناة وفعل الجرس واضغط لايك وهات كوباية الشاي بتاعتك وتعالى معايا كده في عملية حسابية سريعة هعرفك فيها عدد ألحان الكنيسة. حسب بحث في الموسيقى القبطية الجزء الرابع والجزء المتخصص بتاريخ وطقس وروحانية التسبحة، البحث ده عمله واحد اسمه القس ماكسيموس صموئيل. والقس ماكسيموس صموئيل هو كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم بالصاغة بملاوي. ذكر في البحث ده تقسيمة لألحان الكنيسة، والتقسيمة دي كانت عبارة عن اسم اللحن والطقس اللي بيتصلى فيه، وكل طقس التقسيمة الموجودة داخل الطقس. يعني مثلا طقس الصوم بيقول ايه هي الأصوام وايه الألحان وعدد ألحان في كل صوم. طبعا انا لو قلت لك التقسيمة دي هناخد اوقات وقت كتير قوي في الحلقة وهناخد ارقام كتير قوي في الحلقة، ف يعني تسهيلا عليكم هناخد بس تقسيمة الطقس وعدد ألحان الطقس، مش هنتطرق للي جوه الطقس عشان نوفر الأرقام الكتيرة بسرعة. أول طقس معانا هو طقس القداس الإلهي. طقس القداس الإلهي ده بيتكون من 417 لحن، وما بيضمش ألحان القداس بس، بيضم ألحان ومردات عشية وباكر وألحان القداس، وكمان بالإضافة لألحان التماجيد 417 لحن لطقس القداس لوحده. تاني طقس معانا أو تاني طقس حسب التقسيمة هو طقس التسبحة، وده بيتكون من 86 لحن وبيضم تسبيحة عشية وتسبيحة نصف الليل. وده طبعا طقس التسبحة غني عن التعريف، كلنا عارفين التسبحة. الطقس الثالث هو الطقس الفريحي أو طقس الألحان الفريحي، وده بيضم كل الألحان الفريحي الموجودة في الكنيسة بالإضافة لألحان الأكاليل. والطقس ده بيتكون من 289 لحن في الكنيسة. الطقس الرابع اللي قسمه القس ماكسيموس هو الطقس الكياكي. والطقس الكياكي ألحان قليلة شوية عن اللي انت توقعتها دلوقتي، هما بس 45 لحن. هتقولي ازاي 45 لحن في شهر كياك؟ احنا قلنا ان الطقس التسبيحة قسمناه لوحديه طقس لوحده، انما الألحان المخصصة اللي بتتقال فقط في شهر كياك هما 45 لحن بيتقال، طبعا دول غير ألحان التسبيحة وطقس التسبيحة اللي قلناه. خامس تقسيمة أو خامس طقس قال عنه القس ماكسيموس هو طقس الأصوام. وطقس الأصوام ده بيضم صوم نينوى وصوم الرسل وصوم العذراء والصوم الكبير، والطقس ده بيضم 55 لحن بالظبط. سادس طقس هو طقس المحبب لكل اللي بيحفظ ألحان أو الطقس المليء بالألحان، وهو الطقس الحزيني. الطقس الحزيني في الكنيسة بيتكون من 58 لحن حزيني، وده بيضم ألحان أسبوع الآلام بالإضافة لألحان التجنيز. سابع طقس هو الطقس صغير شوية وعبارة عن الصلوات زي تبريك المنازل مثلا الغاليون، وده بيتكون من 15 لحن. انما طقس الصلوات برضو فيه زي صلوات السيامات وتكريس الرهبان، والصلوات دي الصغيرة دي عبارة عن 16 لحن. يعني طقس الصلوات الصغيرة فيه 15 لحن اللي هم خاصين بتبريك المنازل والغاليون، وفيه 16 لحن اللي هم خاصين بالسيامات وتكريس الرهبان. اخر طقس معانا او اخر تقسيمة معانا هو طقس الاسرار زي طقس المعمودية وزي سر المعمودية وسر الميرون وسر مسحة المرضى. والألحان دي عبارة عن 67 لحن خاصين بطقس الأسرار. كده بحسبة بسيطة بمجرد بس ما تجمع التمن طقوس اللي قلناهم هتكتشف إنه ألحان الكنيسة بناء على البحث المقدم من القمص ماكسيموس هم 1048 لحن في الكنيسة القبطية، ألحان الكنيسة القبطية. بالمناسبة البحث ده عده القس ماكسيموس بمساعدة واحد من فرقة ديفيد وهو الأستاذ جورج عاطف، كان قعد معاه في حصر الأعداد الألحان القبطية دي وطلعوا 1048 لحن في الكنيسة. نيجي بقى للسؤال التاني أو النص التاني من حلقتنا النهاردة، والسؤال اللي كل الناس بتسأله هو طالما اللحن موجود بالعربي ليه بنقوله بالقبطي؟ أو إيه الإصرار الغريب من الكنيسة إنها تقول اللحن بالقبطي؟ أو ليه إنه من الصح إن إحنا نقول اللحن بالقبطي ما نقولوش باللغة العربية؟ طبعا الإجابة على السؤال ده موجودة في نفس البحث اللي ذكرناه في أول الحلقة.
طبعا هو ذكر نقط كتير جدا، بس انا حاولت الخصها واطلع باهم النقاط اللي ذكرها. وهو بيقول انه اللحن القبطي مبني على 7 حروف متحركة، والحروف المتحركة هنا هي اللي بيتبني عليها موسيقى اللحن. فلو جينا شلنا اللغة القبطية وحطينا مكانها اللغة العربية، بالتالي هنفقد 7 حروف متحركة اللي مبني عليهم موسيقى اللحن، وهيحصل خلل واضح جدا في اللحن، وهنلاقي المرتل بيضطر انه يكسر ايقاع او نغمة اللحن الاساسية، لان الحروف دي مش موجودة في نغمة اللحن. يعني باختصار، الجملة القبطية الموجودة في اللحن بتساوي الجملة الموسيقية اللي متركبة على الجملة القبطية دي وعلى حروفها المتحركة. فلو شلنا الجملة القبطية دي وحطينا مكانها جملة عربية، هنلاقي ان الجملة الموسيقية بتتوقف على الجملة العربية. يعني مثلا الجملة العربية دي طويلة عن الجملة القبطية اللي كانت قبلها، هنلاقي انه المرتل بيضطر انه ياخد الجملة الموسيقية ويطولها شوية عشان تتناسب مع الجملة دي. طب لو الجملة العربية دي قصيرة عن الجملة القبطية، هنضطر نلاقي انه المرتل بيكسر نغمة اللحن او بيأثر نغمة اللحن عشان يقدر يوافقها مع الكلمة العربية الجديدة. ده بالإضافة لأنه فقد حروف متحركة، يعني بيفقد جزء من نغمة حلاوة اللحن الأساسية. طبعا ده مش السبب الوحيد، في سبب تاني وفي أسباب تاني كتير، منها مثلا إنه الكلمة في اللغة العربية ممكن تدل على أكتر من معنى، وممكن ما تدلش على المعنى الأساسي اللي بتوصله الجملة القبطية، الكلمة القبطية. فالكلمة القبطية أدق في وصول المعنى من الجملة العربية. خلصت، أتمنى أكون وصلت الإجابة على السؤالين دول بوضوح شوية. الناس اللي قعدت معايا لآخر الفيديو، شايل لكم فجأة تقسيمة الألحان بالتفاصيل اللي داخل كل طقس، وعدد ألحان اللي موجودة في كل طقس بالظبط. سايبها لكم في صورة تلاقوها على صفحتنا على الفيسبوك، صفحة لسه جديدة، أتمنى تتابعونا على الفيسبوك. اللي مشتركش في القناة دلوقتي ينزل يشترك ويفعل الجرس ويضغط لايك. شكرا لكم، استنوني في حلقة جديدة، سلام.